السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي لكم جميعا كل محبي ومتابعي قناة حقائق الأديان. كل عام وأنتم بخير. تحياتنا لكل السادة المشاهدين المحترمين اللي بيشاهدونا على البث المباشر داخل القناة. أتمنى من حضراتكم الاحترام المتبادل بينكم، وهذا شعار القناة: احترام الرموز، احترام المقدسات، احترام الضيوف. بعد إذن حضراتكم خلينا نرحب بالشيخ مجتبى الزركوشي، الداعية الإسلامي الشيعي. أهلا وسهلا بيك، منورنا ومشرفنا على قناة حقائق الأديان شيخ مجتبى. كما نرحب أيضا بالشيخ داعية الإسلامي السلفي الشيخ الأصمعي. أهلا وسهلا بيك يا فندم، منورنا ومشرفنا على قناة حقائق الأديان شيخ الأصمعي. هنبدأ مع الشيخ مجتبى. خليني أنا أصيغ السؤال بشكل مباشر. شيخ مجتبى، رمضان بين السنة والشيعة هل هي عبادة واحدة أم اختلاف في الدين؟ وما هي نظرة الشيعة على الصيام عند أهل السنة؟ اتفضل، 7 دقايق مع حضرتك. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بس طمئني على الصوت واضح. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، صوتك واضح يا شيخ مجتبى، اتفضل. طيب، أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين بالزهراء محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم. طبعا شهر رمضان كريم على جميع المسلمين. الشيعة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياهم لكل خير، وأيضا في هذا الشهر الفضيل أن يهدي من خالفنا إلى الحق، وأن يعودوا إلى طريق النبي الأعظم وأهل بيته الطيبين الطاهرين حتى يقبل منهم ذلك الصيام، لأن قبول الأعمال ومداره متوقف على التسليم للنبي والرجوع إلى عترته صلوات الله تعالى عليه. السلام وتحياتي إلى الأخ محمد وإلى كافة الأخوة والأخوات وإلى فضيلة الشيخ أبو عبد الله الأصمعي. طبعا إخواني، بالنسبة إلى مسألة الصيام، بالنسبة إلى شهر رمضان، كما تعلمون أنه عندنا في الروايات أنه لا تقولوا رمضان وإنما قولوا شهر رمضان، لأن رمضان اسم من أسماء الله، فلا يمكن أن يقال جاء رمضان وذهب رمضان، لأنه وكأنك تقول جاء الله وذهب الله، نعوذ بالله. وإنما قولوا شهر رمضان، جاء شهر رمضان وذهب شهر رمضان، أي جاء شهر الله وذهب شهر الله. هذه فقط للمعلومة حتى يستفيد منها الأحبة والأخوة، حتى لا يقعوا في هذا الأمر. أخواني، بالنسبة إلى هذا الشهر الفضيل، بالنسبة إلى صيام الشيعة، النبي صلى الله عليه وآله قال بالحديث الصحيح: صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. فنحن نصوم عند رؤية الهلال ونفطر لرؤية الهلال. فالنبي صلى الله عليه وآله كان يعلم ولطالما أخبر بالغيبيات، وكان يحدث بالأمور التي تحدث في المستقبل، فلطالما أخبر ولطالما الروايات أشارت إلى أنه في آخر الزمان ستظهر أجهزة حديثة غيرها، كلها شواهد قرائن جاءت بالروايات عن ظهور أمور تحدث في آخر الزمان أو بتطور الزمان والمكان. فلو أن الله سبحانه وتعالى أراد من عباده، والله سبحانه وتعالى عالم الغيوب، لو كان يريد من عباده أن يفطروا أو يصوموا عن طريق رؤية الهلال عن طريق الأجهزة التلسكوب وغيرها والأجهزة الحديثة، لأخبر نبيه أو لأخبر النبي صلى الله عليه وآله أو من كان بيده التشريع، لأخبروا أنه في آخر الزمان تظهر أجهزة غيرها. لأشار النبي إلى ذلك أن تحقق بداية الشهر والإفطار يكون برؤيته، سواء كان برؤية البصر أو سواء كان بأي طريقة، حتى وإن تطور الزمان وكان عن طريق الأجهزة. لكن النبي ما أخبر بذلك، ولا جاءت الغيبيات عن السماء تشير إلى آخر الزمان أو تطور الزمان أو ظهور الأجهزة الحديثة. فنحن نقول أن الصيام وبداية الشهر والإفطار نهاية الشهر يتحقق برؤية الهلال عن طريق العين، بالعين المجردة. أما إذا كان الهلال، رؤية الهلال لا تتحقق بالعين المجردة، فلا يمكن أن نستخدم الأسلحة الأجهزة عن طريق رؤية الهلال وبداية الشهر،
لكن مخالفون يبدأون الشهر عن طريق رؤية الهلال، عن طريق هذه الأجهزة وغيرها، وهذا معلوم ثابت. كم منهم صاموا وبعد ذلك تبين أنهم شاهدوا كوكب، أنهم شاهدوا شيء آخر، وما شاهدوا الهلال حتى بهذه الأجهزة، فكان صيامهم صيام ما وفقوا لأن يصوموا كما أراد الله. وهذا الذي أخبر به الإمام الصادق وأهل البيت عندنا. الأئمة قالوا أن من خالفنا لا يوفق. انا اسف يا شيخ مجتبى، انا هضيف لك الوقت دوت، ولكن بس انا لفت نظري لاني انا بدون مع حضرتك. هل في وثائق في دليل على الكلام دوت، ان فعلا حدث ان اهل السنة صاموا وثم رجعوا، ولا انت تتكلم على الرؤية نفسها، رؤية الهلال فقط؟ لا، هو رؤية الهلال تتحقق إذا تحققت رؤية الهلال تحقق بداية الصيام، وهذا موجود على الانترنت، والشيخ لا ينكره إذا طرحت عليه هذا الأمر. السعودية أعلنوا، المرصد عندهم رصدوا الهلال وأعلنوا أنه غدا صيام شهر رمضان في السنوات التي مضت، وبعد ذلك أعلنوا في يوم آخر أن الذي شاهدوه هو عبارة عن كوكب ولم يكن هو الهلال، وأعلنوا ذلك وموجود على مواقع التواصل. بعد دخول شهر رمضان وبعد الصيام وبعد كل شيء؟ نعم، بعد كل شيء أعلنوا أنه الذي شاهدوه لم يكن الهلال، وإنما شاهدوا كوكب، أخطأوا في ذلك. والكلام ده موثق يا شيخ مجتبى؟ نعم موثق وموجود على الانترنت. طيب، موجودة فيديوهات، إذا مو شوية بها حقوق إذا تحب أسمعك كيف. لا، فيديوهات ولا في مواقع رسمية مثلا ممكن تحلنا إليها؟ قنوات نزلوا وأعلنوا، وحتى المرصد مالتهم الذي رصد الهلال قالوا وخرجوا على شاشات التلفاز وبينوا أنه حدث خطأ وأن الذي شاهدوه لم يكن الهلال. وإذا طرحت هذا السؤال على الشيخ سيبين لك أنه بالفعل حدث هذا في السعودية في السنوات التي مضت. طب خليك معنا يا شيخ مجتبى، معلش أنا هرجع لك أنت الكلمة. هو بس هيعقب الشيخ أبو عبد الله على الشق ده ممكن؟ والله يكمل حواره أولا وسأعلق. طيب خلاص، اتفضل يا شيخ مجتبى، معك دقيقتين. طيب، فأخواني أحبتي، نحن جاء في رواياتنا وعن أئمتنا، الأئمة أخبروا أن من خالفنا لا يوفقون لصوم ولا لإفطار. فإذا صاموا فتلاحظون أن صيامهم ابتدأ بيوم مخالف لليوم الذي أراده الله، وإذا وافق صيامهم صيامنا سيفطرون قبل الموعد الذي أراده الله. وهذا قسم من الأئمة، أقسموا أنهم لن يوفقوا لذلك، أما لا يوفقون للصيام كما أراد الله أو يفطرون قبل الذي أراده الله. وكل ذلك سبب عدم التوفيق أنهم ابتعدوا عن النبي الأعظم وعترته، خالفوا أهل البيت، خالفوا وصية النبي. والذي يخالف وصية النبي هل تريدون أن يوفق في دنياه أو في آخرته؟ النبي قال إني تارك فيكم ما أن أخذتم به ما لن تضلوا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. فالذين خلفهم فينا وأرجع الأمة إليهم الكتاب وأهل البيت. فأهل البيت لطالما بينوا المواعيد ولطالما أشاروا لنا عن مسألة الهلال وكيف نرى الهلال، لكن أخذوا دينهم من غير العترة فوقعوا في تخبطات، ووقعوا حتى في تعيين مصداق الليل، متى يحصل الليل لا يعرفون، ووقعوا في خلاف حتى في تحديد الليل، هل الليل يقع عند الظلام أو مجرد سقوط القرص وما إلى ذلك. فأنا أطرح سؤال بما أنه وانت شايف يا شيخ مجتبى ان هم يستاهلوا هذا؟ هو مو أي شخص تقام عليه الدلائل والحجج أن النبي أرجعهم لأهل البيت ويتضح له الحق، ومع ذلك يرفض أهل البيت جحودا وعنادا، طبعا يستاهل. أما الذي لم تتضح له الحقائق نحن نوضح له، نبين له أن هذا الطريق طريق خاطئ، ارجعوا إلى الحق. فإذا رجع، ونحن لماذا نقيم الحوارات؟ من أجل أن يرجعوا، نريد لهم الخير، نريد لهم الهداية. إذا أصروا مع قيام الأدلة فيستاهلون، إذا خالفوا النبي وعترته يكون مصيرهم إلى الضلال أكيد. طب خليني ان انا اشكرك شيخ مجتبى. وانت مش شايف ان انت كنت قاسي شوية في العبارات اللي انت وصفتها، ان ده جزائهم وربنا مش عايز يوفقهم وبيصوموا قبل؟ انت مش شايف ان العبارات قاسية شوية؟ هذا طيب. لا، هذا مو كلامي، هذا كلام الإمام الصادق، هاي رواية عندنا، أنا قرأت رواية.
طيب ماشي تمام، بشكر حضرتك. طيب ننتقل للشيخ الأصمعي، وهو جدير بالتفاعل مع هذا. والنقطة يا ريت يا شيخ الأصمعي بعد إذنك اللي هو ذكرها في منتهى الأهمية وحساسة جدا، يعني إن هو قال إن المملكة العربية السعودية، أنت سمعت حضرتك إن هي أفتت وقالت إن رمضان غدا والناس صامت، وفيما بعد قالوا نعتذر لأننا أخطأنا. أنا سألته الكلام ده موثق، هو قال موثق، وأكيد الشيخ الأصمعي عارف هذا الكلام. اتفضل يا فندم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، شهر رمضان هو شهر عظيم أنزل الله فيه عز وجل القرآن، فهو شهر القرآن كما قال ربنا عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وأول ما نبتدئ فيه حوارنا هذا أن نبتدئ بالقرآن الكريم الذي أنزل في هذا الشهر، فهو شهر القرآن. والشيخ قبل التعرض لذلك نذكر ما ذكره الشيخ مجتبى مختصرا، ثم نتكلم عن مكانة القرآن بين السنة والشيعة كمصدر أول. ذكر مسألة الشيخ مجتبى مسألة هل يقال شهر رمضان أو رمضان. هذه المسألة لا يصح فيها حديث قول أن رمضان اسم أسماء الله الحسنى. أسماء الله حسنى، ورمضان ليس اسما حسنا من كل وجه. أسماء الله الحسنى لها معاني، فكالرحمن الرحيم متصف بصفات الكمال، وأسماء الله عز وجل كله حسنى من جميع النواحي. أما رمضان فلم يثبت أنه اسم من أسماء الله، بل حديث ضعيف جدا. قال البخاري في صحيحه في كتاب الصيام: باب هل يقال رمضان أو شهر رمضان، ومن رأى كله واسعا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان، وقال: لا تقدموا رمضان. حدثنا قتيبة حدثنا إسماعيل إلى أن قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة. فهذا النص من النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة تدل على أنه يجوز الوجهان، قول شهر رمضان ورمضان، ويصح في ذلك حديث. الحديث الذي أشار إليه الشيخ مجتبى حديث ضعيف جدا، أخرجه ابن عدي في الكامل عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال: لا تقولوا رمضان فإن رمضان اسم من أسماء الله، ولكن قولوا شهر رمضان. وفيه أبو معشر وهو ضعيف جدا. وعلى كل هذه الروايات لا تصح بحال. مسألة الصوم لرؤية الهلال، جمهور أهل السنة يقولون أن الحساب الفلكي أن الأصل في الصوم هو رؤية الهلال، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في أحاديث كثيرة: صوموا لرؤيته، والمقصود بالرؤية البصرية لا بالوسائل. وبعض علماء أهل السنة يقولون بالرؤية الفلكية ونحو ذلك، هذا بعضهم. أما جمهور أهل السنة فيقولون بالرؤية العينية، وهذا هو الذي تعتمد عليه غالب البلدان الإسلامية الآن. أما قوله عن السعودية أنهم صاموا ثم قالوا بأنهم السعودية معروفون أنهم يصومون على الرؤية البصرية. أما قولهم بأن فلان أخطأ، فهذه الفيديوهات ينظر إليها الشيخ مجتبى في اليوتيوب، يأتي فلكي يقول أن هذا خطأ وهذا ليس بخطأ، والفلكيون يختلفون في ذلك. فهذه الأشياء يأخذها الشيخ مجتبى من اليوتيوب، ولا أعلم في علمي أن السعودية قالوا بأنهم صاموا ثم أخطأوا، إنما هذا فلكيين يقولون هذا خطأ وهذا صحيح ونحو ذلك. هؤلاء الفلكيون يختلفون في هذه الأشياء. أما كدولة فلم يقولوا نحن صمنا، هم يصومون للرؤية، يعني شاهدي عدل، إذا شاهد شاهدي عدل يصوم لرؤيته ويفطر لرؤيته. ولكن الشيخ مجتبى دائما يحاول التشنيع على أهل السنة. أما موقفهم بصفة عامة فأهل السنة هم أهل القرآن، وهم روايات القرآن محفوظة عندهم. فأهل السنة هم الذين اعتنوا بالقرآن، والروايات حتى القراء السبعة هم من أهل السنة، أو القراء العشرة كلهم من أهل السنة. أما الشيعة فليست لهم قراءة معينة، هم عبء على أهل السنة. فهذا القرآن المحفوظ لم يروه الشيعة، علماء الشيعة لا توجد أسانيد للشيعة في القرآن. الرافضة، أقصد الإمامية حتى لا يأتيني بحفص الفرد. عاصم الأمين الجود يقول هو شيعي، هو شيعي سني لكن فيه تشيع فقط. أما إمامية نحن، لما الشيخ مجتبى يقول أن حتى الشيعة لا يدخلون الجنة، لا يدخل الجنة إلا الإمامية، هم يكفرون المسلمين جميعا في الآخرة، أما في الدنيا فيحكمون عليهم بالإسلام. فأرجو من الشيخ مجتبى أن يكون دقيقا. حتى عاصم من الجود أو غيره هو في الآخرة كافر الآن. العاصم من الجود من أهل الجنة هو لم يكن إماميا،
فالشيعة عيال على أهل السنة في الثقل الأول الذي هو كتاب الله عز وجل الذي أنزل في هذا الشهر الكريم. فالله عز وجل تكفل بحفظه، إنا نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون، فالله حفظه. وكل الروايات التي جاءت القراءات، الشيخ مجتبى الآن يذكر لنا القراءة التي يقرأ بها، قراءة حفص عن عاصم، قراءة مثال ورش عن نافع، قراءة من؟ كسائي، حمزة، ماذا؟ كلها من أهل السنة. أم أنه يقرأ بخلاف هذه القراءات، أم ينتظر قراءة المهدي المنتظر حتى يقرأ بها؟ أرجو من الشيخ مجتبى هذه المصاحف المطبوعة الآن إما عليه رواية حفص أو عليه رواية ورش مثال عن نافع، أن كل هذه المصاحف هي مصاحف يعني مكتوبة على قراءات أهل السنة. أما الشيعة فهم عيان في هذا الباب. بهذا المذهب نقول أنه دخيل على أهل الإسلام وفيه كثير من الأشياء المنكرة، ولهذا نتحدى الشيعة أن يأتوا بقراءة لهم إمامية 12 لن يجدوا ولو عاشوا عمر نوح عليه السلام. فكلامنا في القرآن، هذا القرآن الذي أنزل الله عز وجل. هل هم الشيعة يا شيخ أبو عبد الله، هل هم الشيعة يعني عندما سألت الشيخ مجتبى هو الرجل نقل عبارات روائية عندهم تقول إن في أو تمني عدم التوفيق للمخالفين. فأنا بسأل حضرتك أنت كرجل سلفي الآن، هل الشيعة فعلا بيصوموا رمضان بشكل صحيح بشكل شرعي؟ ولو انت شايف خطأ، ايه هي اخطاء الشيعة؟ هو فضل ان هو يذكر اخطاء السنة، احنا عايزين نسمع من حضرتك برضو في اخطاء عندهم ولا لا؟ نحن نقول كقاعدة سواء للشيعة أو السنة، من صام لرؤية الهلال واجتهد في تحري الهلال ثم صام لرؤيته فصومه إن شاء الله عز وجل مقبول، سواء كان شيعيا سنيا رافضيا أيا كان. فهذه القاعدة عندنا. أما الشيعة فهم قوم مثال يبهتون الحقائق، دائما يحاولون مخالفة أهل السنة لأسباب حقد طائفي معروف عندهم. هذا معروف من القديم أنهم دائما يقولون عن أهل السنة حتى يجوزون الكذب على أهل السنة. هذه الأشياء لا تليق بالدين أو بدين، إنما هذه الأشياء من الافتراءات على أهل السنة. نحن نقول حتى مسألة اختلف العلماء اختلاف المطالع، مثال أهل مطلع أهل المغرب يختلف عن أهل المشرق، وهكذا مثل الشام تختلف على مكة، لأن القمر يبدأ من الشام ثم تأتي هكذا الشمس تسير والقمر يجوزون الكذب على أهل السنة. أنت حضرتك قلت نعم. كده؟ نعم ما سمعت كلامك. أنت قلت يجوزون الكذب على أهل السنة وعلى أتباع النبي. هذا معروف عندهم، يقولون يبهتوهم ونحو ذلك. فهذه الأشياء معروفة عندهم، الشيخ مجتبى يعرفوها جيدا، إلا إذا استعملوا التقية. مثال هم عندهم مذهب التقية، وهذا سنتكلم عليه إن شاء الله تعالى في حوارات قادمة. على كل، هل القرآن المحفوظ الذي حفظ الله عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون، هل حفظه الله عز وجل لأمة الإسلام أم تركه محفوظا عند المهدي المنتظر؟ هذا سؤالي للشيخ مجتبى، وأرجو أن يجيبني بكل وضوح. كم باقي لي من الوقت؟ لا، خليني ان انا اشكر حضرتك شيخ الاصمعي، خليني ان انا اشكر حضرتك على المداخله ديت. هننتقل بشكل سريع الى الشيخ المجتبى. احنا امامنا معطيات كده وحاله تشد الذهن نتطرق اليها، والنقطه اللي انت اثرتها يا شيخ المجتبى لانها مهمه جدا. هو الان الرجل رفضها وانكرها، قال لا يوجد او لا اسمع ان في السعوديه اصدرت قالت ان غدا رمضان وفيما بعد اعتذرت. هو قال انا ما سمعتش هذا الكلام ولا اعلم من اين يستقي معلوماته الشيخ مجتبى. فاحنا امامنا معطيات. اتفضل يا فندم 5 دقائق. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد. إخواني، هو ما أنكر كون الفلكيين أثبتوا أن السعودية أخطأوا في رؤية الهلال، وهو بنفسه قال أنه ماذا؟ أن الفلكيين قالوا أنه السعودية أخطأوا في رؤية الهلال، وقال أنه هؤلاء الفلكيين يخطئون أو كلامهم كذا. أنا لا أدري كيف هو فلكي وكيف هو يرصد الأمور وكيف هو كلامه غير دقيق. إخواني، فقط اكتبوا على اليوتيوب، اكتبوا السعودية تخطئ في رؤية الهلال لمدة 20 سنة،
وشوفوا قناة الجزيرة، هذا يطلع لكم فيديو، وشوفوا التقرير في قناة الجزيرة، قناة الجزيرة ووثائق عرضوا قناة الجزيرة، عرضوا وثائق من فلكيين، هؤلاء الفلكيين أثبتوا، وهذا هو اختصاصهم، هو فلكي، أثبتوا أن السعودية كانوا يخطئون في رؤية الهلال، وكانوا يعينون ويعلنون الشهر، والشهر إلى الآن ما ابتدأ ولا يرى الهلال أصلا، لا بالعين المجردة ولا بالأجهزة المسلحة. وهذا الأمر موجود على مواقع التواصل، فقط اكتبوا، وقناة موثقة قناة الجزيرة، مو تأتي بأخبار كاذبة، وأيضا عرضوا الوثائق. كيف لا يرى الهلال بالعين المجردة ولا بالأجهزة الحديثة؟ تقصد إيه يا فندم؟ أقول أنهم عندما السعودية أعلنوا أنه شهر رمضان وقد رأوا الهلال، الفلكيين أثبتوا، وقناة الجزيرة موجود التقرير، أنه أصلا الهلال اليوم لم يخرج، لا بالعين المجردة قد رؤي الهلال في هذا اليوم، ولا أصلا بالعين المسلحة أصلا يرى في هذا اليوم، لأن اليوم ليس محل ظهور الهلال. لاحظت كيف؟ فغاية ما في الأمر قالوا أنه هناك كوكب اللي هو كوكب زحل، هو الذي من يرى في الأجهزة المسلحة يرى هذا الكوكب، فالبعض تصور أنه هذا هو الهلال. طيب، هاي المسألة الأولى. المسألة الثانية أن الشيخ يقول أنه رواية لا تقولوا رمضان قولوا شهر رمضان رواية ضعفها ابن عدي وكذا. أنا مالي ومال الذي عندك، أنت عندك ضعيفة لا شأن لي بالذي عندك. أنا وجهت هذه الكلمة لإخواننا الشيعة، قلت أنه عندنا ورد، أنا ما كنت أحتج عليك بشيء، قلت عندنا ورد عن الإمام، وهذه الرواية نعرضها على الشاشة. طبعا الرواية وردت في الكافي، والميرزا النائيني الذي هو أستاذ الفقهاء، أستاذ السيد الخوئي، قال أنه حيلة العاجز مناقشة أسانيد الكافي. فهذه الرواية وردت في الكتاب، لأن العبرة في الكافي بمتون الكافي لا بأسانيده. أحبتي، هذا الكافي المجلد الرابع صفحة 69، رواية معتبرة وردت عندنا، الرواية برقم 2 عدة من أصحابنا، وهاي العدة معروفة أسماؤهم، عن أحمد بن محمد وهو من الثقات، عن أحمد بن محمد بن أبي ناص من الثقات، عن هشام بن سالم من الثقات، عن سعد، فيه خلاف لكن القول الأصح أنه من الثقات كما عده السيد الخوئي ونص على توثيقه في معجم رجال الحديث. عن أبي جعفر الباقر قال كنا، عن سعد يقول كنا عند 8 رجال، فذكرنا بالصفحة اللي بعدها، قلنا أن حيلة العاجز مناقشة أسانيد الكافي، لأن الكافي كتاب معتبر، فالعبرة تكون بملاحظة متون الكافي. فذكرنا رمضان، فقال الإمام لا تقولوا هذا رمضان ولا ذهب رمضان ولا جاء رمضان، فإن رمضان اسم من أسماء الله لا يجيء ولا يذهب، وإنما يجيء ويذهب الزائل، ولكن قولوا شهر رمضان، فإن الشهر مضاف إلى الاسم، والاسم اسم الله عز ذكره، وهو الشهر الذي أنزل فيه القرآن، جعله مثالا وعيدا. هاي النقطة الأولى. النقطة اللي بعدها الشيخ يقول أنه الشيعة إذا رأوا الهلال وصاموا صيامهم مقبول، لأن إحنا ما نكفر الآخرين وكذا. شيخنا يعني أنت لماذا تتقي على المشاهدين حتى تبين أنكم لا تكفرون؟ طيب أخواني، هذا الإمام الكل يعلم أن الشيعة هم الذين يقولون أن كل أهل السنة مسلمين، لأنهم يحكمون بحكم الظاهر وتجري عليهم أحكام المسلمين، فنحن نعتقد أن كل أهل السنة لهم ما للمسلمين ويحكمون بأحكام المسلمين، ولا نكفر أحد. غاية ما أقول، أنا قلت بأن صيامهم يكون غير صحيح إذا أقيمت عليهم الحجة وتبين لهم أنهم على خلاف الحق. أما الذين لا يعلمون لا بد أن نبين لهم، أما الذين تبين لهم وجحدوا الحقائق فهؤلاء طبعا لا. خلي صورتك انت في الكادر يا شيخ مجتبى وانت بتقرأ. العفو. اي كنت اوضح مسألة قبل لا اقرأ، بعد ما اقرأ. هذا موقع الامام ابن باز اخواني احبتي، الامام ابن باز اخواني في موقعه الرسمي، حتى نرى هل الشيعة كفار ولا لا. السؤال ما عليه الرافضة، هل يخرجهم من الملة؟ طيب الجواب اكثرهم يخرجون من الملة، أكثرهم يعبدون عليا، وهذا كذب، ويستغيثون به ويدعونه من دون الله. طيب يقول هذا كفر أكبر، حسب الله هاي نقول أنه ما تنطبق علينا. يقول والذين يبغضون المسلمين ويقولون الصحابة ارتدوا كلهم إلا 3، هذا قول إجماع الشيعة أن الصحابة انقلبوا وارتدوا إلا 3، والكثير منهم رجع بعد ذلك. يقول
أو اثنين، هؤلاء كفار كالإمامية، هؤلاء كفار أخواني كالإمامية. يقول الإمامية كفار كالإمامية، هؤلاء كفار كالإمامية، هؤلاء كفار كالإمامية. فإمامهم ابن باز وهو من كبار أئمتهم يقول أن الإمامية كفار، فأنت لا تأتي وتقول أنه نحن لا نكفر كذا. نحن الشيعة الذين قلنا بعدم تكفير المخالف وأحكامه يحكم بأحكام المسلمين، يحكم بأحكام المسلمين، إلا من جحد، إلا من أنكر إمامة أحد الإمام أو جحد إمامة الأئمة، هذا كافر كما قال السيد الخوئي وغيره. وهذا الجاحد ما معنى من جحد إمامة أحد الأئمة؟ يعني أقيمت له الدلائل ومع ثبوتها ومع صحتها ومع علمه أنها حق جحدها وأنكرها. طب هذا هل طبعا الكلام، طيب شكرا، هل الكلام، بس السؤال قبل ما انتقل للشيخ الأصمعي، هو هل انت حضرتك عندك عندك مصادر اخرى ان اهل السنة بيقولوا على ان اهل السنة بيأكدوا او السلفية بيأكدوا على ان انتم صيامكم غير مقبول؟ إذا إحنا كفار بعد منين لنا الصيام؟ كيف مقبول وإحنا كفار؟ وأنا بس أسأل الشيخ الأصمعي أشو يتكلم بالقرآن وبسند القرآن. إحنا موضوعنا عن رمضان وصحة الصيام، متى يحق الإفطار، إيش دخل القرآن؟ ما عندي طيب. مشكلة أناقشك في مسألة القرآن، بس هسه مو موضوعنا. طيب خلينا ننتقل إلى الشيخ الأصمعي بشكل سريع، وهو جدير بالتفاعل مع هذه الأمور. تفضل يا شيخ الأصمعي. الحمد لله رب العالمين. أولا موضوعنا، أنا تكلمت مع الشيخ محمد المصري أن شهر رمضان بين السنة والشيعة، القرآن نموذج مثال، نبدأ بالقرآن ثم السنة ثم نتكلم عن الصحابة ونحو ذلك، فهذا الذي اتفقت معه. ثانيا ذكرت مسألة روايات الشيعة أن كتاب الكافي كله صحيح، متونه صحيحة. سنلزمك في أشياء بعد ذلك في كتاب الكافي تلتزم بها أبدا مستقبلا، حتى لا تقول لي هذه الرواية في الكافي ضعيف. سنلزمك بكل كتاب الكافي يا شيخ مجتبى، حتى إذا رأيت فيه المناكير والموضوعات لا تقول لي نحن لا نقول بأن كتاب الكافي إذا متونه صحيح عندكم، هو كصحيح البخاري عندنا، إذا تلتزم بذلك، وإلا تغير كلامك الآن تخبرنا برأيك. لا نتكلم، أنا نتكلم عن المتون، لا. هذا ثانيا. ثالثا رمضان كما قلت ليس اسما من أسماء الله الحسنى، فرمضان رمضاء مش هي شدة الحر، وليس اسما حسنا حتى يقال بخلاف الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز. هذه الأسماء كلها حسنى بخلاف رمضان، فلهذا قلت لك حتى من الناحية المعنى فليس اسما حسنا. هذا مسألة تتكلم عن مسألة الفلكيين. أنتم إذا كنت لا تعتد، أنتم معشر الشيعة لا تعتدون بالفلكيين، يعني لماذا تلزم السعودية أن تعتد بالفلكيين وتأتي بهذه الشبهات التي لا قيمة لها؟ لماذا؟ أنا أتعجب من ذلك. يعني أنت لا تعتد بالفلكيين ثم تلزم السعودية أن تعتد بالفلكيين وتقول أليس هذا من يعني الخصومة بغير حق؟ كن قواما بالقسط. أنتم لا تعتدون بالفلكيين والسعودية تعتد بالرؤية لا تعتد بالفلكيين ونحو ذلك. ومن قال من الفلكيين ليس كل الفلكيين أجمع على ذلك، فهم يختلفون في أشياء. الرؤية في الرطوبة تختلف عن البيئة التي ليست فيها رطوبة، قريبة من البحر تختلف عن غيرها ونحو ذلك. هذه الأشياء تختلف حتى عند الفلكيين في الرؤية. فكن واضحا في هذه الأشياء ولا تتهم بلدا من بلاد المسلمين يعني أن أهله صاموا. ولو فرضنا أن مثال حتى نحن نقول صوموا لرؤيته، إذا ثبت شاهدي عدل رأوا الهلال نصوم ونفطر، وهذا الذي يكلفنا. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا يشترط في المسلمين جميعا أن يروا الهلال بل شاهدي عدل، وهذا يكفي العقلاء. تكلمت عن مسألة تكلمت عن مسألة القراءة. أنا ذكرت لك مسألة القراءات لم تجيبني عنها، وهذه لابد من الإجابة عليها، لأن هذا القرآن شهر رمضان شهر القرآن، ولهذا بدأنا فيه في أول حوارنا وذكرت لك أنا أختار الموضوع الآن اليوم، أختار مسألة القرآن، وغدا أنت تختار ما شئت. هذا الذي اتفقت به اتفقت فيه مع الشيخ محمد المصري. أذكر لك مسألة فقط، مسألة. نحن لما نتكلم عن القرآن أنتم ليس لكم رواية خاصة، ائتي برواية إمامية
تقول الكافي ذكر أحاديث كلها صحيحة، ائتني برواية القرآن، أم أن الثقل الأول ضاع عندكم وأنتم عيال على أهل السنة في هذا الباب. ما الروايات الموجودة عندكم أنت؟ تفسير القمي تصحح أسانيده. ماذا يقول القمي في علي بن إبراهيم القمي في كتابه في التفسير؟ ماذا يقول؟ فالقرآن منه ناسخ ومنسوخ إلى أن ذكر: وأما ما هو على خلاف ما أنزل الله فهو قوله: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فقال أبو عبد الله عليه السلام لقارئ هذه الآية: خير أمة يقتلون أمير المؤمنين والحسن والحسين عليه السلام. فقيل له: وكيف نزلت يا ابن رسول الله؟ فقال: إنما نزلت كنتم خير أئمة أخرجت للناس. هذه الرواية المفترات على جعفر الصادق، هذه في تفسير العياشي، هو يعارض القرآن. القرآن كله الروايات كنتم خير أمة أخرجت للناس، هي أمة الإسلام، حتى وإن فيها عيوب فهي خير أمة. لا توجد أفضل أمة، يعني توجد أمة أخرى أفضل من أمة الإسلام، فهم خير أمة. لكن هذه الرواية الموضوعة لم يقلها جعفر الصادق قطعا، لكن هم يصححون هذه الرواية: كنتم خير أئمة، وهو لم يقل من باب التفسير، إنما معارضة لكتاب الله. ومعاذ الله أن يعارض جعفر الصادق، لكن الشيعة كما قلت يكثر فيهم الافتراء على أئمة أهل البيت. تمام. نعم. خلينا نسأل حضرتك سؤال قبل ما ننتقل للشيخ مجتبى. شيخ الأصمعي، هل رؤية الهلال بشكل غير صحيح تفسد الصيام؟ لا، الصيام إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. لنفرض جدلا من باب التنزل أن هذا الشاهد نظنه عدلا، وهو في الحقيقة هذه الشاهدين نظنهما عدلا وهم ليسوا كذلك، فهذه الرؤية معتبرة شرعا. ولهذا الله عز وجل قال: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، يعني إن جاءكم عدل فلا تتبينوا. العدل توثق بشهادته. ولهذا إذا شاهد شاهدي عدل على أن فلانا قتل فلان فإنه يقتل به، ولو فرضنا جدلا أنهما كذبا فحسابهما عند الله. طب هو قال لك دلوقتي، قال عبارة، قال لك ازاي انت بتتبع التقية معايا وانتم بتكفرونا اصلا في لا الصيام؟ الشيخ مجتبى أنا لا هو لا يحاور الشيخ بن باز يكفر الرافضة. أما أنا فلا أكفرهم، أنا أتبع شيخ الإسلام ابن تيمية، وجمهور أهل السنة لا يكفرون الرافضة، فلا يأتي بهذه الأشياء يلزمني بمذهبهم هؤلاء، وحتى أئمتهم يكفرون أهل السنة. لكن المصيبة الكبرى الذي لا يدريها كثير من الناس أن الرافضة مجمعون على كفر أهل السنة في الآخرة. ما الفائدة أنا لا يكفرني في الدنيا ويقول أني من أهل النار؟ كل أهل السنة، حتى الشيعة الزيدية، الشيعة غير الإمامية الاثني عشرية كلهم كفار في الآخرة من أهل النار، لا يختلفون عن اليهود والنصارى. ما الفائدة تحكم عليه في الدنيا ولكن يعذب أبد الآبدين في النار؟ مين اللي بيقول الكلام ده؟ مين ده؟ فتوى مين؟ الشيعة كلهم مجمعون، الشيخ مجتبى لا يعارض في ذلك، مجمعون على أن من لم يؤمن بالإمامة فهو من أهل النار. طيب شكرا لحضرتك شيخ. وأرجو أن يتكلم بعلماء، إذا أراد أن يتكلم بالعلماء يأتي بكلام علماء في هذا الباب، يقول بأن أهل السنة من أهل الجنة. هذا لا يقوله أيضا الشيخ كمال الحيدري وغيره منها. شكرا يا فندم. يا شيخ مجتبى، هو بيقول لك ان كلام ابن باز موقوف على ابن باز، انا اتبع الامام ابن تيميه، هو قال كده حرفيا يعني. اتفضل شيخ مجتبى. بسم الله الرحمن الرحيم. اخواني لاحظوا عندما جئت له بكلام ابن باز وهو يكفر الرافضه وكفر الشيعه، هو ماذا يقول؟ يقول هذا كلام ابن باز، يعني قول عالم لا يلزمني. بعد ذلك يلتزم بماذا؟ يلتزم بكلام ابن تيميه. طيب هذا عالم وهذا عالم، هذا عالم وهذا عالم، لماذا ترجيح بلا مرجح؟ على أي أساس رجحت قول ابن تيمية على قول ابن باز؟ ما هو المرجح؟ واللي هي فقط الأهواء. هذا كفرنا، وحتى ابن تيمية لديه مقالات في تكفير الشيعة. الآن استعرض الأقوال عن ابن تيمية كيف كان يكفر الشيعة ويدعو إلى استباحة الدماء. راح تقول لي لا، أنه شنو؟ ابن تيمية يحمل كلامه على كذا ويحمل على كذا، وتحاول أن تؤول. كلمات ابن تيمية واضحة في تكفير الشيعة، لكن أنا قبل أن أستعرض كلمات ابن تيمية في استباحة دماء الشيعة
الآن أقول على أي مرجح رجحته، قول بس ابن هو تيمية على قال قول بس ابن باز. العبارة يا شيخ مجتبى احنا مش فاهمينها حقيقة، يعني مش عايز ارجع له تاني الشيخ ابو عبد الله، ولكن في المداخلة القادمة. ولكن بما ان انت دي مداخلتك انا موقف لك الوقت، بس بعد اذن حضرتك. هو الان بالراجل بيقول لك انتم كشيعة بالنسبة لنا احنا صيامكم مقبول. طيب انت حضرتك هو كلامه موقوف على مين؟ يعني برضو النقطة دي وضحها لنا. هل انت عندك شك في ده؟ هل انت عندك عكس ما يقول على السلفية مثلا؟ يا ريت توضح لنا، اتفضل. هو يقول صيامكم مقبول. طيب صيامنا مقبول وفي نفس الوقت نحن نقول يا علي ويا حسين، وهو الشيخ بنفسه يعتقد أن هذه العبارات شرك. كيف احنا مشركين وكيف احنا صيامنا مقبول؟ كيف احنا السلفية يقولون الشيعة كفار، الشيعة مشركين، قول يا علي شرك، الاستغاثة شرك، كذا. كيف مشركين وكيف من جانب صيامنا مقبول؟ نحن نريد أن يوقفنا على هذه التناقضات، يحل لنا هذه التناقضات. طيب نحن نتكلم عن الصيام إخواني، الله يقول وأتموا الصيام إلى الليل، ونحن عندنا إجماعا أن الليل يتحقق بعد غروب القرص وبعد زوال الحمرة المشرقية، هذا هو الوقت الذي يحقق الليل. طيب أنتم لماذا تفطرون قبل زوال الحمرة المشرقية؟ فقط يزول القرص بعد نهار يفطرون، هذا مخالف للوقت الشرعي الذي أراده الله. إحنا لازم نتكلم بهذا الموضوع. يعني هو الآن يجرني إلى مسألة القرآن، شيخ مجتبى، يترك صلب الموضوع وأساس الموضوع. أنت إذا تريد شيخ تتكلم بالقرآن مجتبى، ما عندي مشكلة، لكن يا خلي شيخ نخلص هاي الجزئية خليك وبعدين انت شيخ ناخذ يا الكلام استاذ مجتبى، في مشترك الصحابة. طرحك، انت خليك طرحك لو انت شايف ان هو طرحه، بس خليه يا شيخ الاصمعي ياخد الوقت بتاعه بعد اذنك. لا لا، لو انت حتى شايف ان الشيخ حتى الاصمعي شيخ مجتبى، بيتطرق لامور شيخ غير محمد، العنوان، خلاص انت حتى ممكن ان يكون انت تتجاهلها او عفوا شيخ محمد، حتى يكون تستمر الموضوع حضرتك يا واضحا. شيخ مشترك. هذا الموضوع اختاره انا اليوم ام يختاره هو؟ يعني حتى لا نتفق. هو عندك انت، ولكن هو لا لا شهر يا شيخ رمضان محمد، والقرآن حتى مثال. نتفق. غدا اختار انا ام يختار هو؟ نحن اتفقنا ان هذا الموضوع اختاره انا، وغدا الشيخ مجتبى يختار موضوع اخر. شيخنا أنت اختار على عيني، بس أنا بلغني الموضوع أنه حول شهر رمضان. إيش دخل الصحابة، إيش دخل القرآن؟ غير شهر رمضان حول رؤية الهلال وغيرها ما عندي مشكلة، لا 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 بأس. انا كتبت هل نتناقش؟ لا بأس نتناقش، أنا... لا أقل فد 45 دقيقة يا شيخ والهلال مجتبى، ورؤية الهلال والإفطار، وبعدين لا أناقشك بالقرآن والصحابة، ما عندي مشكلة، يا كلها يا بحلقة شيخ واحدة. يا شيخ مجتبى، نحن اتفقت مع الشيخ محمد المصري أن شهر رمضان هذا بين السنة والشيعة عنوان كبير، ثم تحته بنود. البند الأول ذكرت أنا مسألة القرآن، هو إن لم يخبرك هذا شيء آخر، لكن أنا اتفقت معه. غدا أنت تختار موضوع آخر كما شئت. شيخنا أنا ما عندي مشكلة، شيخنا لا ما لا عندي مشكلة. استنى ثواني بس، ثواني يا فندم، بس بعد إذن حضرتك ثواني يا شيخ الأصمعي. ما هو العنوان بشكل واضح على الكدر: شهر رمضان بين السنة والشيعة والقرآن نموذج. هل القرآن نموذج والشعائر والطقوس والآلية اللي بنشوف بيها الهلال، ما هو البداية إيه؟ شهر رمضان والقرآن نموذج. فاحنا كده ما خرجناش بره العنوان على فكرة. فأتمنى التركيز بس، أنا مش شايف أي حاجة، أنا شايف إن الاستدلال على شهر رمضان يكون من القرآن. طب إيه الآلية في رؤية الهلال؟ تطرق ليها الشيخ مجتبى وحضرتك تطرقت إليها، إحنا أيضا في صلب الموضوع، ما خرجناش بره العنوان خالص تماما. يعني القرآن مثال لده. طب وغير القرآن كآلية بنرى بها الهلال إلى آخره، هل دي يعني تبقى يعني جزء لا يتجزأ من العنوان؟ نعم، من خلال بداية العنوان شهر رمضان. استدل عليه منين؟ في فطور، في سحور، في تراويح، كل شيء داخل شهر رمضان. حتى الآلية اللي بنقدر نشوف بيها الهلال لو نقدر نستدل عليها من القرآن فقط ماشي، أنا ما عنديش مشكلة، يبقى القرآن نموذج أو القرآن هو الوحيد للحلقة مثال يعني. أما طب هنقدر نستدل على رؤية الهلال من داخل شهر رمضان؟ يا ريت والله، خلاص يبقى القرآن نموذج ونستثني أي آلية أخرى للاستدلال على المعنى، ولكن مش هينفع، مش هتساعدنا أيضا، لأن العنوان من البداية شهر رمضان. الاستدلال بقى يكون منين؟ من القرآن. طب والقرآن قال على الآلية المستخدمة الآن
لا، فاكيد ان احنا هنتطرق لهذه الامور، فاحنا في العنوان ما تقلقوش يعني. اتفضل يا فندم. طيب اخواني احبتي، انا ما عندي مشكله اناقشه في تحريف القران، اناقشه بالصحابه. هو يقول هذا موضوعي واني مختاره والي الحاق، على عيني ما عندي مشكله، لكن احنا غير يكون البحث علمي نتدرج شوي شيئا فشيء. يعني انا بالبدايه قلت له انه لا يصح رؤيه الهلال بالاجهزه المسلحه كما يحصل، ولو جاز ذلك لأخبر بذلك النبي كما أخبر بكثير من الغيبيات، كان يخبر بالغيبيات، الأمور التي تخرج في آخر الزمان. النبي الله سبحانه وتعالى عالم الغيوب، يعلم أن الزمان سيتطور وتظهر هذه الأجهزة، فلماذا النبي ما بين أن رؤية الهلال يصح رؤية الهلال بأي سبيل من السبل، سواء بالعين المجردة أو بالأجهزة؟ ردت يوضح يعلق على هاي المسألة، ما علق، عافه. طيب طرحت له مسألة ثانية، قلت له الله في كتابه يقول وأتموا الصيام إلى الليل، فنحن نقول الصيام لابد أن يكون إلى دخول الليل، والليل لا يتحقق إلا بزوال القرص وزوال الحمرة المشرقية، لأن الحمرة المشرقية إذا ما زالت إذن القرص وإن كنا لا نراه لكنه إلى الآن ما سقط بتمامه لأنه خلف الجدران وغيرها. طيب فكيف يتحقق الليل عندكم؟ لماذا تفطرون لا تتمون الصيام إلى الليل كما أراد الله؟ تفطرون قبل أن يحل الليل بعد نهار. أيضا ترك هاي المسألة لا يعلق عليها، وننتقل من نقطة إلى نقطة. ماذا سيستفيد المشاهد؟ غير يريد أن يخرج بنتيجة واضحة. يقول أنه الرواية التي عندنا تقول رمضان اسم من أسماء الله، يقول هذا اسم ليس بحسن. طيب هل قدم دليل؟ هل استمعتم إلى جزء صفحة أتى بدليل على أن رمضان لا يصلح أن يكون اسم من أسماء الله لأنه اسم غير حسن؟ ما هي الأدلة على ذلك؟ كيف أخرجت هذا الاسم عن الأسماء الحسنى؟ لم يقدم دليل، فقط كلام إنشائي، وهذا من ما لا يصح. طيب يقول أنه عندكم يقول للكافي أنت قلت كله صحيح، نلزمك بكل الكافي، مو بعد ذلك تتراجع. أنا ما قلت أن الكافي بحذافيره بجزئياته بتفاصيله صحيح، قلت الكافي من الكتب المعتبرة، وحيلة العاجز أن يناقش في الأسانيد، لأن العبرة بالمتن، فالمتن يكون حجة ما لم يكن له معارض قوي. إذا كان له معارض قوي يقدم ذلك المتن على هذا المتن الذي ورد في الكافي. أنا لا أقول صيام أهل السنة يا شيخ مجتبى بمنتهى الوضوح، احنا عايزين معلومات شفافة عشان نقدر ان احنا يعني نحاول نعالج الخلل، او غيرنا اللي بيشوف يقدر يعالج الخلل. فاحنا عايزين معطيات شفافة. انتم شايفين كشيعة، هو الرجل قال نحن نرى ان صيام الشيعة يعني مش خطأ. انا ما اعرفش يا شيخ الاسماء لو تصحح لي، انا سمعت ان انت بتقول كده. طيب انتوا بقى كشيعة بتنظروا للسلفية او السنة، بتنظروا لهم ازاي؟ صيامهم ده مقبول ام لا؟ بس بصراحة يا شيخ مجتبى لو سمحت اتفضل. أستاذ محمد هو يقول أن صيام الشيعة مقبول، لم يقدم أي دليل ولا ذكر اسم عالم قال بهذا القول. لا يوجد عالم من علماء السلفية قال بأن صيام الشيعة مقبول. أنا أناقش أهل السنة ولا أناقش أفكار الأصمعي مع احترامي له، لكنه يخالف كل علماء السلفية، فكل علماء السلفية قاطبة لا يقولون بصحة صيام الشيعة، وكذلك كل علماء الشيعة لا يقولون بصحة صيامهم. فهو إذا كان له قول بخلاف كل علماء السلفية وبخلاف كل علماء الشيعة ما شأني بأقواله، قوله طيب لا دليل عليه. طيب الرسالة الأولى وصلت وهو أكيد دونها وهيرد عليها. تمام يا فندم، ثواني بس. الرسالة الثانية، النقطة الثانية جاوبني عليها. انتم كشيعة كيف تنظرون إلى أهل السنة؟ صيامهم مقبول أم لا؟ أنا قلت كل علماء، مو فقط الصيام، كل أعمالهم غير مقبولة. لماذا؟ لأنهم خالفوا النبي، عليهم أن يرجعوا إلى قول النبي حتى يصح الصيام. طيب شكرا لحضرتك وشكرا على الوضوح. شيخ الأسماء بشكل سريع هنتقل لحضرتك، اتفضل. الحمد لله رب العالمين. يعني الشيخ مجتبى يقول كل أعمال أهل السنة غير مقبولة وأنهم من أهل النار. هذه الحقيقة معروفة عند الشيعة الرافضة الإمامية الاثني عشرية، أنهم يتبعون سبل الخوارج، يكفرون أهل الإسلام، يقولون مآلهم إلى النار. في الدنيا نحكم عليهم بأنهم مسلمين وهم مختلفون في ذلك في الدنيا، أما في الآخرة فهم مجمعون
على أن أهل السنة بل على كل الإمامية كل حتى الرافضة الإسماعيلية أو الرافضة حتى الزيدية حتى كلهم من أهل النار إلا هم، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. هذا أولا. ثانيا نتكلم عن مسألة الكافي. هو قال متون الكافي صحيحة، ثم لما ألزمته قال إذا عارض ولم يعارض، إذن الكافي صحيح وغير صحيح، وهذا التناقض منك يا شيخ مجتبى. ثالثا ما تكلمت عن مسألة رمضان، قلت أن رمضان ليس اسما حسنا يعني من كل وجه، هو مشتق من الرمضاء وهي شدة الحرارة، هذه لا علاقة لها بالأسماء الحسنى، بخلاف أسماء الله عز وجل الحسنى الرحمن القدوس السلام المؤمن المهيمن، هذه الأسماء كلها حسنى أينما حلت فهي حسنى، بخلاف رمضان فهو مشتق من الحرارة رمضاء. فهذا لابد أن تفهمه، وأنا ذكرت لك الدليل لكنك لم تلتفت إليه أو لم تفهمه، هذا أمر آخر. ذكرت مسألة ثم أتم الصيام إلى الليل. هذا الليل عندنا يا الليل كالمغرب تماما، ينتهي دخول وقت المغرب هو بغروب قرص الشمس. الله عز وجل لما قال في سورة البقرة وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل، والليل عند العرب يبدأ من غروب قرص الشمس، وهذا ما دل عليه حتى النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري رقم الحديث 1954 عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. أما في كتبكم اختلافات، حتى في كتبكم تأتي، وأذكر لك بعض كلام أئمة اللغة العربية. قال ابن منظور في لسان العرب الليل عقيب النهار ومبدأه من غروب الشمس. وقال العلامة الفيروز أبادي في البحر المحيط الليل والليلات من مغرب الشمس إلى طلوع الفجر الصادق أو الشمس. فوقت الإفطار في الآية واضح بين. حتى في كتب الرافضة ماذا يقولون؟ قال الصدوق ماذا يقول؟ قال باب الوقت الذي يحل فيه الإفطار وتجب فيه الصلاة. ثم روى عن أبي جعفر عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله إذا غاب القرص أفطر الصائم ودخل وقت الصلاة. والروايات عندهم في كذلك كثيرة. قال أيضا وقال الصادق عليه السلام إذا غابت الشمس فقد حل الإفطار ووجبت الصلاة، وإذا صليت المغرب فقد دخل وقت العشاء الآخرة إلى انتصاف الليل. وقال في أمله الصدوق المجلد 11 صفحة 138 حدثنا أبي إلى أن قال عن أبي طالب بن عبد الله بن الصالت القمي إلى أن قال الصادق جعفر بن محمد عليه السلام إذا غابت الشمس فقد دخل وقت المغرب. فهذه الروايات عندنا وعندهم، لكن القوم دائما عندهم شيء من يعني التقية ونحو ذلك، يستعملون مخالفة أهل السنة. أرادوا دائما أن يخالفوا أهل السنة، حالهم يعني دائما يذهبون إلى هذا المستند بغير حق وجهة حق، إنما هو الهوى. فأهل السنة يؤمنون بالله ربا، هل تخالفونهم في ذلك أيضا؟ لا إله إلا الله. أما كلامك عن مسألة التكفير، أنا قلت لك أن كثير من أهل السنة لا يكفرون الرافضة، هذه نقولها نحن ليس عندنا تقية أمثالكم، نحن صرحاء جدا، لو كنت أرى كفركم لذكرت ذلك من غير خوف ولا ريبة، لكني أنا أرى أن الرافضة قوم جهال يخالفون الكتاب والسنة، يقولون بكثير من الكفريات، ولكن ليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه، إنما نعذرهم بالجهل والتأويل. وهذا مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ولا تلزمني بأحد آخر، أنا أتبع الكتاب والسنة، وليس يعني مذهب ابن تيمية نحن نوافقه في ذلك. ما قال من حتى كثير من بعض السلفيين مثل الشيخ يوسف الغفيص كأنه لا يعرفه يقول بأن الرافضة ليسوا وهو من علماء السعودية مثال، يقول بعدم كفر الرافضة. فهذا لا تلزمنا بهذه الأشياء، لكنكم أنتم تختلفون أنكم تسلكون سبل الخوارج. نحن كفار عندكم في الآخرة وحتى في الدنيا، إن قدرتم علينا قتلتمونا واستحللتم دماءنا، وهذا معروف أنكم تنتهجون نهج الخوارج، لا فرق بينكم وبين داعش هذا معروف عندكم، والحشد الشعبي خير برهان على ذلك، وندخل في هذه التفاصيل. على كل أنا طيب كما ذكرت سمعني يا شيخ الأصمعي. طب شكرا نعم. لحضرتك، بس أنا عايز أخد منك كلمة بس. أنت تطرقت إلى الحشد الشعبي عندهم، تطرقت إلى ما يسمى بدولة الخلافة. أنا ما أعرفش حضرتك
يعني بتأكد على ده أو لأ. يعني أنا بتكلم بشكل مهني. طيب بالنسبة لكم أنتم الشيعة صيامهم، أنا بتكلم على الصيام لأن احنا في شهر رمضان، ده شهر مبارك فاحنا هنتكلم على رمضان. الشيعة صيامهم مقبول؟ يعني الآن رؤية الهلال الخاصة بهم تختلف عن السنة، السحور تقريبا مختلف أيضا، وقت الفطار تقريبا مختلف أيضا، في طقوس وشعائر مختلفة. النقاط دي انتوا بقى كأهل سنة بتنظروا إليهم بإيه؟ صيام مقبول غير مقبول؟ أنا عايز تصنيف واضح. أنا أتكلم بوضوح. هم لما يؤخرون الإفطار إلى الحمرة فهذا يعني هم تجاوزوا الحد الشرعي، فصومهم صحيح لكن تجاوزوا الحد الشرعي. أما الرؤية فقلت هم صوم النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيتي وافطروا لرؤيتي، هذا معروف عندنا نحن. لما نقول بأن صوم السنة أو الشيعة أو كل من تحرى الهلال وصام لأجله فهو صومه صحيح. وهذا حتى أهل السنة يختلفون. مثال بعض أهل السنة لا يعتدون باختلاف المطالع، مثال تجد مثال أهل المشرق صاموا أهل المغرب لم يصوموا، هذه الدول فالصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس، هذا معروف عندنا. من اجتهد إذا اجتهد ده رأيك انت أهل بس يا هذه شيخ الدولة. الأسمعي، ولا رأي انت بتعتمد على مراجع او على اساليب؟ ده رأي حضرتك الشخصي فيهم، لان هو الرجل معترض بيقول لا كل اهل السنة لا ما لا بيقولوش لا, لا. علينا كده. الشيء أسمع، كل من لا يكفر الرافضة فهو يقول بأن صومهم ونحو ذلك صحيح، هذا لا يخالف في ذلك أهل السنة. عفوا. ولكن من يكفر الرافضة فهو إذا ما دام يكفرهم فحاله أنه لا صومهم باطل ونحو ذلك. لكن كما قلت جمهور أهل السنة لا انت يكفرون. الشيخ لكن الأسمعي الفرق الجوهري بتكفرهم؟ أردت أن بين قوسين الفرق الجوهري بيننا وبينهم أن جمهور أهل السنة لا يكفرون الرافضة، أما الرافضة فهم يكفرون أهل السنة في الآخرة، أما في الدنيا فمختلفون، منهم من يعني يكفرهم هو ومنهم من لا يكفرهم. طيب شكرا. ولكن هم أسلوبهم المسألة الجوهرية في الباب طيب أن الرافضة خوارج. هذه كثير من الناس كأنه لا يعلمها، أنهم إذا تمكنوا استحلوا دماء أهل الإسلام. حالهم تمام. لا فرق بينهم وبين الخوارج. شكرا يا فندم. طيب شكرا لحضرتك شيخ الأسمعي. ننتقل بشكل سريع إلى الشيخ المجتبى. تفضل شيخ المجتبى. بسم الله الرحمن الرحيم. أخواني، هو يقول أن الشيعة خوارج لو مسكوا أهل السنة لقتلوهم. طيب، قسما بالذي فطر السماء، قسما بالذي رفع السماء من غير عمد، والكل يعلم أنه أنا ولا مرة من المرات أجبت في هذه المسائل أجيب تقية. لو جئت إلى بيتنا لاستضفتك ووضعتك على رأسي وأنت سلفي. إن اختلفنا في العقائد هذا لا يعني أنه نحن نبيح دماءهم. السيد السيستاني قال أهل السنة أنفسنا. الإمام الصادق عندنا يقول زوروا مرضاهم احضروا جنائزهم. كل علماء الشيعة يقولون أن أهل السنة مسلمين، لهم ما للمسلمين ويصح مناكحتهم، وكل الأحكام التي تجري للمسلمين تجري عليهم. نحن لا نقول أنكم كفار يا عزيزي، نحن نقول أنه في الآخرة حكم الآخرة يختلف عن حكم الدنيا. نحن قلنا بإسلامكم في الدنيا، أنتم كفرتمونا في الدنيا، وهذه هي الطامة. داعش وغير داعش، أنت تذكر هذه المسميات، هذول أهل سنة ولا شيعة؟ أهل سنة. لماذا قتلوا الأبرياء؟ استنانا بسنة النبي في البخاري ومسلم. الحديث في البخاري أن النبي يقول إنما بعثت بالسيف وجعل رزقي تحت ظل رمحي، يعني حتى يقتل الأبرياء. فنحن لا نقول بسفك دمائهم ولعنة الله على من يؤذي أهل السنة. ولو جاء الآن سلفي إلى باب بيتي لاستضفته، ما دام أنه لم يكن ناصبيا يبغض أهل البيت ويبرأ من أهل البيت ويلعنهم، مجرد أنه سلفي يلتزم بالمبادئ من دون أن يتعرض لأهل البيت. لماذا أعاديه؟ إذا سني لماذا أعاديه؟ لماذا أسيء له؟ أنا كثير من أصدقائي من أهل السنة ونحن نجاورهم ونحن نخرج معهم وهم أصدقائنا في العمل وغيرها، لكن كل ما في الأمر نحن نقول نحن ليس لدينا خلاف مع أهل السنة، خلاف قومي، إخواننا في القومية، لكن خلافنا ديني.
نقول أن هذه الأعمال التي تؤدونها على شكل مخالف لكتاب الله، هذا كل ما في الأمر، فنحن ندعوهم إلى الحق. والشيخ يقول أن الشيعة صيامهم مقبول، أعمالهم مقبولة. أنا أتحداك شيخنا الله يبارك بيك، اذكر لي 5 علماء فقط من علماء السلفية قالوا أن صيام الشيعة وأعمال الشيعة مقبولة. انطيني 5 علماء إخواني من الآن إلى نهاية المناظرة. أتحداه بأن يأتي ب5 علماء من علماء السلفية مشهورين يقولون أن عبادات الشيعة مقبولة. يقول لي أنه ماذا؟ أنه أنتم تقولون ما الفائدة أهل السنة مسلمين في الدنيا لكن في الآخرة في النار. يقول لي ما الفائدة؟ هذا كلام النبي. إذا أنت ما تلتزم بكلام النبي وعندك دين آخر أنا ما شأني، هذا كلام النبي عندنا وعندكم. يعني أنا أترك كلام النبي من أجل كلام من هنا وهناك؟ إخواني هذا كلام النبي حتى في كتبهم. هو يرفض حتى كلام النبي الثابت الصحيح بكتبه، يرفض حتى كلام النبي الثابت الصحيح. هذا موقع إسلام ويب، موقع معروف مشهور عندهم، حديث تفترق أمتي إلى 73 فرقة. الحمد لله والصلاة والسلام على هذا. فقد ثبت في الحديث الصحيح أن النبي قال افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل يا رسول الله، قيل هي يا رسول الله، من هي؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. وفي بعض الروايات هي الجماعة. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه والحاكم وقال صحيح على شرط مسلم. صحيح على شرط مسلم. إخواني لاحظتم؟ فهذا كلام النبي أن كل الفرق بالنار إلا واحدة. فأما أن نكون نحن في الجنة وأما أن تكونوا أنتم في الجنة، هي وحدة من الاثنين، وحدة من الاثنين. وبعد ذلك الشيخ يقول قول يا علي الذين يلتزمون بمبادئهم الشيعة هذول يقول كفار. إخواني لاحظتم كلامه؟ يقول الشيعة نحن لا نكفرهم ننعتهم بالجهل إلا من التزم بعقائده، إلا من التزم بعقائده. طيب إذا يعني الشيعة كل الشيعة المتدينين كفار، هو لا يكفر فقط هؤلاء الذين لا يلتزمون بعقائدهم بسبب جهلهم، يعني ما التزموا بكتبنا، يعني العوام اللي ما فاتحين الكتب المو متدينين. فلو أن هؤلاء تدينوا أيضا كفار، شنو سوينا؟ أيضا حكمت علينا أنه كفار المتدينين. وأنا أسأل الشيخ هذا السؤال شيخنا من وقتي، الذي يبرأ من أبو بكر وعمر وعثمان وعائشة وحفصة هذا كافر ولا مو كافر؟ ممكن تجاوبني من وقتي؟ لا أكمل شيخ مجتبى سأجيبك. بس جاوبني من وقتي، كفار ولا مو كفار الذي يبرأ من أبو بكر وعمر وعثمان وعائشة وحفصة؟ قلت لك سأجيبك يعني. تريد من وقتك؟ يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى، الإمام مالك ماذا قال؟ قال من طعن في عرض عائشة فهو كافر. أما من سب أبا بكر، لو تكرمت، أما من سب أبا بكر وعمر فهذا هو فاسق وليس بكافر. هذه مروية عن الإمام مالك رحمه الله تعالى. يعني أنت تعتقد أن الشيعة الذين يبرؤون من أبو بكر وعمر كلهم فساق، صح؟ أقول أنهم كلهم يخالفون الكتاب والسنة، يطعنون في الفضلاء، وهذا يجب أنهم يتوبوا من هذا الصنيع الشنيع. على كل الكلام لي، هل انتهى وقتك؟ يعني الشيعة الآن كلهم فسقة. أنا قلت لك كمعيار عام، لا أتكلم عن الذوات بأعيانهم، وأنت تفرق بين الكلام العام وكلام التعيين. هذا من شيخ مجتبى. على كل أعرض لك على الشاشة. خل أخلص وقتي، نقال شوية منه. لا نقال شوية. إخواني إذن الشيعة الآن عند الشيخ كلنا فسقة. لماذا أحبتي الشيعة كلهم فسقة؟ لأن هذا من ضروريات الاعتقاد. أحبتي هذا كتاب الاعتقادات للشيخ الصدوق في صفحة 105. ماذا يقول الشيخ الصدوق؟ يقول واعتقادنا كشيعة في البراءة أنها واجبة من الأوثان الأربعة. الأوثان الأربعة يعني أبو بكر وعمر وعثمان ومعاوية، ومن الأنداد الأربعة يعني عائشة وحفصة وهند وأم الحكم. طيب زين، يقول إخواني، يقول ومن جميع أشياعهم وأتباعهم وأنهم شر خلق الله
ولا يتم الإقرار بالله وبرسوله وبالأئمة إلا بالبراءة من أعدائهم. هذا مو شيعي الذي لا يبرأ من أعدائهم. فالشيعة كلهم فسقة كما يقول الشيخ، كلنا فسقة ما شاء الله. فشنو الضير إذا فسقتنا؟ وبعدين أتمنى ترد على كلام النبي. النبي يقول كل الفرق تفترق أمتي 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فهل أنتم الفرقة الناجية ولا نحن؟ وإذا كنتم أنتم إذا نحن في النار على موجب قول النبي. طيب شكرا شيخ مجتبى. الشيخ الأصمعي. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد. يعني نحن انتقلنا من الكلام على القرآن إلى مسألة التكفير ونحو ذلك. الشيخ مجتبى ذكر معنتين أهل السنة الذين لا يكفرون الرافضة. هو كأنه لا يدري أن كثير من علماء السلف قد أخرجوا للرافضة، أخرجوا لهم في الكتب، وهذا مثال البخاري ومسلم أبو داود، ومن أخرج له في الكتب فهم لا يكفرونهم. إذا قبلت روايتهم فقطعا تقبل باقي الأشياء منهم. فالبخاري ومسلم وأبو داود أصحاب الكتب الستة وغيرهم رووا عن الرافضة. ومن أبرز شيوخ البخاري مثال عبد الله بن موسى، مثال مشهور أنه شيعي ونحو ذلك. فهذه الأشياء أهل السنة رووا عن الشيعة وعن الرافضة. فهذا حتى. وأما المتأخرون فأنا ذكرت شيخ الإسلام ابن تيمية، ذكرت حتى الشيخ الألباني مثال لا يكفر عوام الرافضة ونحو ذلك، هذه معروفة يعني. على كل العبرة بالحقائق. ونحن لما نقول أن أهل السنة جمهور أهل السنة لا يكفرون الرافضة، بخلافهم هم يقولون نحن كفار وأننا نواصب في العبرة. أنا لا أتكلم عن الشيخ مجتبى. الشيخ مجتبى كشخص يخالف مثال الرافضة، غالب الرافضة في العراق لا يقولون بذلك سياسة. قد لا يقولوا بعضهم سياسة، لكن الواقع أنهم ينكلون بأهل السنة، وهذا معروف. وإيران خير شاهد على ذلك. مسجد طهران لا يوجد فيها مسجد سني واحد، وهذه معروف. على كل هذه المسائل لها موضع آخر، ونحن نرجع إلى مسألة القرآن. الشيخ مجتبى هل يقرأ القرآن برواية أهل السنة أم برواية الإمامية؟ هذا القرآن المحفوظ في كتاب الله. ثم هل القرآن إنا نحن نزلنا الذكر وإنه له لحافظون، هل حفظه الله أم حفظه المهدي الغائب؟ وهل توجد قراءات بقيت عند المهدي لا يقرأ بها أهل الإسلام لذلك ظلوا أم ماذا؟ يعني هذه الأشياء المروية في كتب الرافضة. أما مسألة الناصبي، حتى مسألة تكلم الشيخ عن الناصبي أنا إلا الناصبي، فالناصبي أنتم مختلفون فيه. منكم من يقول بأن الناصبي هو الخوارج الذين يطعنون في علي بن أبي طالب ونحو ذلك، ومنهم من يقول بأن الناصبي هو غير الإمامي. ومسألة أنكم من الخوارج فهذه معروفة، يعني معروفة في كثير من كتبكم أنكم تستحيلون من قدر على السني أنه يجوز له قتله ونحو ذلك. فهذه أشياء مروية في كتب كثيرة. وحتى الشاهد العملي كما قلت لك، لا فرق بين داعش التي تنتسب إلى أهل السنة والحشد الشعبي، كلاهما يقتل المسلمين. فهمت علي؟ وأنا أقولها صراحة، تأمل كيف صراحتي، بخلافك أنت فأنك تتستر مثال على الحشد الشعبي ونحو ذلك. أما نحن فقوم صرحاء لأننا أهل حق، نقول أن داعش من الخوارج والحشد الشعبي من الخوارج، كلاهما تصدق عليه أحاديث الخوارج الذين يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. فهذه قاعدة لابد لك من ذكرها وفهمها جدا. على كل نحن طال الكلام عندنا في هذا الباب. أرجو في المرة القادمة أن نحدد موضوع لا نشتت هذه المواضيع، مثال إلى التكفير إلى كذا إلى كذا. أنا قلت كما قلت لك من طعن في الشيخين فسباب المسلم فسوق وقتاله كفر. هذا ما قاله نبينا صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري. فمن سب خيار هذه الأمة وهم الصحابة حكم عام. أما الأفراد فقد يكون معذور غير معذور، هذه تحتاج إلى مسائل قضائية ونحو ذلك. لكن من سب خيار الأمة فقد وقع في الفسق كقول عام. وأنت دارس في الحوزة العلمية وتعرف بين الإطلاق والتقييد. كلامنا في الكلام العام لا يعني أن كل فرد، فهناك المتأول وهناك الجاهل وهناك وهناك وهناك. هذه كلام عام. ولهذا كما قلت الإمام مالك مشهور عنه. شكرا شيخ الأصمعي. حاول تسمعني لو سمحت.
خليني بس احنا لسه في آه، لسه في ما يقرب من شق معين. شيخ مجتبى، ممكن بعد إذنك تقول لنا لا، لغاية هو الآن، طال الوقت يا شيخ. قريب. لغاية لغاية الآن لغاية الآن أنا ما قدرتش أعرف إيه هي الأمور المختلف عليها في رمضان. ممكن تسردها لنا كده يا شيخ المجتبى؟ طيب، أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن الأمور المختلفة ما اختلفنا إلا لأنهم تركوا القرآن. وأنا ذكرت قبل قليل، قلت بأنه نحن عندنا أخواني إذا ذكرنا طبعا هو ما جاء بشيء غاية ما في الأمر، يتكلم عن الحشد الشعبي، يقول أنهم حالهم كحال داعش يقتلون وكذا، وهذا من ما لا يقول به منصف، لكن لا أدري لماذا يأتي به، لأن الحشد الشعبي ما قتلوا بريئا واحد، وأتحداه أن يثبت أنهم قتلوا بريئا واحد. جماعات إرهابية يدخلون يعبثون في الأرض فسادا، يقتلون الأبرياء، يردون اعتداءهم. حتى أكو مقطع على اليوتيوب موجود، الحشد الشعبي دواعش لازميهم مكبلين ويعطونهم الماء، موجود على اليوتيوب، اكتبوا الحشد الشعبي يعطي الماء للدواعش، دواعش مجرمين يعطوهم الماء. لأنه نحن ليس لدينا نحن لدينا مهما اختلفنا، لكن يبقى لدينا شرف في الخصومة، حتى وإن كانوا مجرمين، لكن لا نمنع عنهم الطعام، لا نمنع عنهم الماء. وهذا الذي علمنا عليه أمير المؤمنين، أن تكون لدينا شرفية في الخصومة. فالحشد الشعبي كانوا يردون اعتداءات تلك الجماعات الإرهابية. أما الذين قتلوا الأبرياء هذا الذي أحرقوه الدواعش، أحرقوا شخص وهو حي. فالداعش يقال له لماذا أحرقته؟ قال استنانا بسنة أبي بكر عندما أحرق الفجاء السلمي. فآخر من يتكلم عن الحرق وقتل الأبرياء هم أهل السنة. طيب، يقول أنه نحن لا نقول أن الشيعة في النار وكذا. طيب، ذكرت له قول النبي ولا كأنه استمع إليه ولا علق عليه. النبي يقول تفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فقلت لك هل أنتم هذه الواحدة أم نحن؟ إذا كنتم أنتم فكل الفرق في النار، وإذا كنا نحن فهذا قول النبي أن بقية الفرق في النار، لأن النبي يقول تفترق أمتي، يعني الأمة الإسلامية اللي 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فالنبي يقول كل الفرق في النار إلا واحدة هي الناجية. فأنت عندك اعتراض على قول النبي؟ طيب إخواني، نأتي حتى نبين هاي مسألة جدا مهمة، اللي هي مسألة طبعا هو قال رمضان اسم مشتاق من الرمضاء الحار. ما أدري يعني إذا كان هذا الاسم مشتاق، أين الإساءة فيه؟ لا أدري. أين عدم الحسن فيه؟ لا أدري. فقط هكذا. إخواني، هذا كتاب المقنعة للشيخ المفيد عليه الرحمة في صفحة 93 عفوا. يقول وأول وقت المغرب مغيب الشمس، وعلامة مغيبها عدم الحمرة من المشرق المقابل للمغرب في السماء، وذلك أن المشرق مطل على المغرب، فما دامت الشمس ظاهرة فوق أرضنا هذه فهي تلقي ضوءها على المشرق في السماء، فترى حمرتها فيه، فإذا ذهبت الحمرة منه علم أن القرص قد سقط وغاب. فنحن نقول أن الليل يتحقق حتى يصح الإفطار، لابد أن يزال القرص وتزال الحمرة المشرقية. لماذا؟ لأن هذه الحمرة المشرقية ما دام أنها موجودة إذن ما حل الليل، حتى وإن القرص أخفته الجدران. فالليل يتحقق بالظلام، لكن هم يخالفون القرآن. الله يقول وأتموا الصيام إلى الليل. الليل يتحقق بالظلام، هم لا يفطرون بعد نهار ويفطرون، فلا يفطرون بدخول الليل. وحتى إذا جئنا إلى لسان العرب لابن منظور، إخواني لسان العرب، هاي المكتبة الإسلامية، لسان العرب لابن منظور، المجلد 13 صفحة 268، يقول الليل عقيب النهار مبدأه كذا، والليل إخواني، والليل ضد النهار، والليل ظلام الليل. حتى يتحقق الليل لابد أن يحصل الظلام، ولا يحصل الظلام إلا بزوال الحمرة المشرقية. فنحن نفطر إذا حصل الغروب، وليس إذا حصل المغرب.
وليس الغروب، يعني مو مجرد يغرب القرص نفطر، لا، لابد أن يحصل المغرب، والمغرب لا يحصل ظلام الليل إلا بزوال الحمرة المشرقية. فهم يخالفون القرآن، وهذا الذي نص عليه أئمتنا. إذا جئنا أحبتي إلى روايات الشيعة، الأئمة أيضا نصوا في وسائل الشيعة في المجلد السابع صفحة 91 الإمام في باب وجوب إفطار الصائم بعد ذهاب الحمرة المشرقية. لابد أن تزال الحمرة المشرقية، لابد أن تزال. الخبر بسنده عن ابن أبي عمير عمن ذكره، تعلمون أن مرسلات ابن أبي عمير حجة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: وقت سقوط الشمس ووجوب الإفطار من الصيام أن تقوم بحذاء القبلة وتتفقد الحمرة التي تطلع من المشرق، إلى أن قال: فقد وجب الإفطار. فما دام الحمرة المشرقية باقية لا يصدق عليه أنه ليل، لأن الليل لا يتحقق إلا بالظلام، وهم يفطرون قبل أن يحل الظلام، فصيامهم إفطارهم قبل الموعد. طيب، شكرا شيخ مجتبى. اتفضل شيخ الأصمعي، المداخلة القادمة هي قبل الأخيرة. اتفضل. ايش يعني هذه المداخلة الأخيرة لي؟ لا، دي المداخلة قبل الأخيرة. نفس السؤال يا شيخ الأصمعي، لو سمحت توضح للمشاهدين اللي هم مش فاهمين الثقافة السنية، ايه هي الطقوس او الشعائر، ان اصح التعبير، المختلف عليه بين السنة او عند السنة وعند الشيعة، زي السحور، زي الفطور، زي اذكر لنا كده. هو ذكر لنا ايه هي الاختلافات من وجهة نظرك، ايه هي الاختلافات؟ من أبرز الاختلافات ما ذكره الشيخ مجتبى، مثل أنها كثير من الرافضة يرون الآن كثير منهم يرون أن الإفطار يكون على الحمرة لا على غروب الشمس. والشيخ مجتبى يتكلم عن الليل. مثال: الليل يبدأ من غروب الشمس، والليل أوله يبدأ غروب رويدا، وليست مثل غسق الليل يبدأ من غروب الشمس إلى غسق الليل. مثال صلاة الليل، غسق الليل هو شدة الظلام، فالليل يبدأ رويدا. فالله عز وجل لما قال إلى الليل يعني بداية الليل، وليس إلى وسط الليل أو إلى آخر الليل. فهذه لابد من فهمه. وحتى النصوص عندنا موجودة أن إذا أقبل كما البخاري: إذا أقبل الليل من ها هنا فقد أفطر الصائم، ونحو ذلك. وحتى أحاديث مروية في كتبهم. لكن القوم دائما يحاولون مخالفة أهل السنة، وهذه القاعدة عندهم هي القاعدة، يعني هذه قاعدة كأنها قاعدة مخالفة للشرع. يعني الإنسان الحق يتبع الحق حيثما وجد، لكن القوم دائما عادتهم هذه، دائما يحاولون مخالفة أهل السنة. كذلك في مسألة صلاة التراويح، وسيأتي الكلام عليها. يعني الشيخ مجتبى نقلنا من مسألتنا المسألة، وأردنا أن نتكلم عن القرآن لأنه ثقل الأول، لكن نقلنا الشيخ مجتبى من كلام إلى كلام آخر. أما استحلال الرافضة لدماء أهل السنة فهذا معروف، يعني في كثير من القديم إلى الحديث. حتى في مسألة التتار وقفوا مع الكفار مع المسلمين، في مسألة العراق مثال وقفوا مع أمريكا ضد المسلمين، وهكذا معروف عندهم. حتى في مسألة سوريا ما فعلوه بأهل سوريا ونحو هذه الأشياء، هذه تفاصيل معروفة عندنا. حتى الشوكاني ماذا يقول؟ يعني الشوكاني رحمه الله تعالى ماذا يقول؟ لا أمانة لرافضي قط على من يخالفه من مذهبه ويدين بغير رفض، بل يستحل ماله ودمه عند أدنى فرصة تلوح له، لأنه عنده مباح الدم والمال، وكل ما يظهر من المودة فهو تقي يذهب أثره بمجرد إمكان الفرصة. فمن تمكنوا، إذا تمكنوا ذهبت التقية، أما إذا لم يتمكنوا فالتقية دينهم، كما قال جعفر الصادق في الأثر المكذوب عليه: التقية ديني ودين آبائي. فهذه الأشياء معروفة عند أن الرافضة خوارج، لأنهم يستحلون دماء المسلمين، هذا في الدنيا. أما في الآخرة فيحكمون علينا بالكفر. هم لا هل يترحمون على شهداء غزة؟ لا يترحمون عليهم. فغزة لا يقولون رحم الشهيد فلان رحمه الله ونحو ذلك، لأنه كافر عندهم. أما في الدنيا فكان مسلما، لكن لما مات فهو من أهل النار، وهم يتمسحون بأهل غزة ونحو ذلك. وهذه حقائق معروفة أن الدين تقي هذا لا يصلح لشيء. على كل، أنا طال النقاش، تكلمنا في مواضيع متفرقة،
انت يمكن ما سمعتناش يا شيخ الأصمعي. المداخلة القادمة دي هي الأخيرة للشيخ مجتبى، وانت هتختم حتى لو انت عايز تختم في دقيقة او دقيقتين. شيخ مجتبى اتفضل. يا شيخ مجتبى نعم، اختم لا بقى. مانع منك. اختم المداخلة بتاعت حضرتك. يا ريت نتطرق إلى التراويح عشان نكون إحنا كقناة عاملين إحصائيات كيف يفكرون الشيعة في التراويح. هل أنتم، أنا كنت عايز أسأل الشيخ الأصمعي قبل ما أنتقل لك، ممكن تجاوبني في كلمة يا شيخ الأصمعي؟ هل عدم الالتزام بالتراويح من الشيعة يخرجهم من الملة أو الإيمان؟ صوتك ينقطع عندي. هل الطعن في التراويح وعدم الاعتقاد بها وعدم إقامتها من الشيعة يخرج الشيعة من الملة، أم ما هو الحكم الشرعي اتجاههم؟ لا، التراويح سنة عندنا، من لم قال بخلاف ذلك فقد أخطأ، لكن لا نقول أنه خرج من الملة. طيب، فقيام الليل سنة التراويح هذه سنة ومن نبوية يقول. ما زال يفعلها من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا. طيب، يبقى كده هنتقل للشيخ المجتبى بشكل مباشر. كيف يرى الشيخ مجتبى صلاة التراويح عند أهل السنة؟ طيب بس اتفضل. استاذ محمد ايش قد عندي هاي المداخله؟ عندك 6 دقايق. هذه الأخيرة شيخ مجتبى. طيب 6 دقائق. طيب. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى هو عوزة يطلعنا من الإيمان على مو صلاة التراويح. أخواني، هذا الدرر السنية الموسوعة الحديثية هي صلاة التراويح بدعة. هاي الموسوعة الحديثية أخواني، هذه الرواية في صحيح البخاري، رقم الرواية 2010. الرواية في صحيح البخاري خلاصة حكم المحدث صحيح. الرواية عن عبد الرحمن بن عبد القاري يقول: خرجت مع عمر بن الخطاب ليلة في رمضان إلى المسجد، فإذا الناس أوزاع متفرقون، الناس يصلون فرادى، يصلي الرجل لنفسه، لأن التراويح هذه النوافل، نوافل قيام الليل ما تصير جماعة، ويصلي الرجل فيصلي بصلاتها الرهط. فقال عمر: إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل. هو يرى يشرع يرى، ثم عزم على ذلك فجمعهم على أبي بن كعب. ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم. عبد الرحمن يقول: خرجت مع عمر في ليلة أخرى والناس كانوا يصلون بصلاة قارئهم، يعني يصلون النوافل جماعة. قال عمر: نعم البدعة هذه، نعم البدعة هذه، والتي ينامون عنها أفضل، يريد آخر الليل وكانوا يقومون أوله. أرادوا أن يرقعوا قول عمر، أنه عمر يقول بدعة، صلاة التراويح بدعة. النبي إخواني يقول: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أرادوا يرقعوها، قالوا: لا، هذه بدعة حسنة. يا أبا، وينكو بدعة حسنة؟ النبي قال: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ماكو بدعة حسنة وبدعة سيئة وبدعة، كل بدعة ضلالة. خلاص، هذا قول النبي الفاصل الذي يفصل بيني وبينك. فصلاة التراويح بدعة. طيب، يقول أنه الشيعة عندهم التقية. الصادق قال: التقية من ديني ودين آبائي، من تبعيضية، يعني التقية جزء من الدين، وهذا الذي ذكره القرآن: إلا أن تتقوا منهم تقات. والإمام الصادق هو الذي قال: التقية لها مواضع، من أزالها عن مواضعها لم تستقم له. فالتقية لها موارد. إذا شخص مخلي على رقبتك السيف فتتقي في هذه الموارد تدفع الضرر. أما إذا ما عليك ضرر وتتقي، هاي مو تقية، هذا كذب. ولهذا الإمام قال: لها مواضع، من أزالها عن مواضعها لم تستقم له. طيب، يقول: شهداء غزة، وهل يترحمون على شهداء غزة؟ هو من اللي ساعد غزة غير الشيعة؟ خلينا ساكتين. طيب، يقول: كنتم خير أمة عندكم إنه بريد يفتح ملف تحريف القرآن. الإمام بين: نحن نعتقد أن القرآن نزل ونزل معه البيان، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه. فالقرآن نزل مع البيان. فالإمام يبين: كنتم خير أمة أخرجت للناس. هؤلاء يتصورون أن البيان النازل أن المراد بالأمة أمة النبي. فالإمام أشكل على المعنى، قال: خير أمة تقتل الحسن والحسين وكذا. لا، والله هكذا نزلت، يعني معناها كنتم خير أئمة. فالله أطلق الأمة
وأراد الأئمة، فالمعنى النازل المقصود بالأمة الأئمة مو أمة النبي، وإلا كيف خير أمة قتلوا الحسن والحسين وسفكوا الدماء وضربوا الكعبة بالمنجنيق. فهذا الذي أراد أن يوضحه الإمام. فمو أكو خطأ باللفظ المعجز بالآية القرآنية، وإنما أكو خطأ في المعنى النازل. كانوا يتصورون أن معنى الآية الذي أراده الله أمة النبي، فالإمام بيّن أن المعنى النازل أن الله أطلق الأمة وأراد الأئمة، كما أن الله أطلق الأمة وأراد إبراهيم كان أمة، أطلق الأمة وأراد خصوص إبراهيم. طيب، يتكلم عن القرآن وما عندكم مستند للقرآن. أصلا هو القرآن بأسانيده، كل القرآن ورد عن طرق الشيعة. أنت أصلا ما عندك قرآن تقرأ بقرآن الشيعة. إخواني فقط أستاذ محمد إذا داهمني الوقت فقط أكمل هاي المسألة وضيف له على وقته، وبعد هو بعد الختام يعني. طيب إخواني، هذا بحار الأنوار للعلامة المجلسي، المجلد 104 في صفحة 202، ينقل سند القرآن، يقول: قرأت بهما القرآن الكريم من فاتحته إلى خاتمته على السيد رضي الدين. وينقل سند مطول للقرآن إلى أن يصل: وقرأ عاصم على أبي عبد الرحمن ابن حبيب السلمي، وقرأ على أمير المؤمنين، وقرأ على رسول الله. فالقرآن وصل إلينا بقراءة حفص عن عاصم عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي بن أبي طالب عن النبي. القرآن سند الشيعي، لأن حفص وعاصم وأبي عبد الرحمن كلهم شيعة. والسند الآخر سند حمزة الزيات عن الصادق، قرأ الكسائي على حمزة، وقرأ حمزة على الصادق، وقرأ على أبيه، وقرأ على أبيه، وقرأ على أبيه، وقرأ على أمير المؤمنين، وقرأ على رسول الله. فأسانيد القرآن كلها أسانيد شيعية. إخواني، الآن إذا جئنا أحبتي، إذا جئنا إلى الكنى والألقاب للشيخ عباس القمي أحبتي، في المجلد الثاني في صفحة 303، عندما يترجم لحمزة الزيات يقول: حمزة الزيات أبو عمارة، حمزة بن عمار الكوفي، يقول: عده ابن النديم أول من صنف من شيعة أبي عبد الله الصادق، من شيعة الصادق حمزة الزيات. هاي قراءة حمزة سند القرآن سند شيعي. والسند الثاني أحبتي، إذا جئنا إلى معجم رجال الحديث للسيد الخوئي في المجلد الداعي صفحة 165. هو شيعي إمامي أم شيعي فقط؟ طيب، شيعي إمامي ولا شيعي فقط إخواني؟ عبد الله بن حبيب السلمي عده البرقي من خواص أصحاب أمير المؤمنين، يعني مو شخص عادي شيعي عام، لا، من خواص الأصحاب. فأسانيد القرآن كلها أسانيد شيعية. أما أنت أصلا ما عندك قرآن. إخواني، إذا بمسألة القرآن هاي الرواية وأختم، إخواني أتحداه أن يأتي بحفص أو عاصم. هل حفص لك الختام هل حفص مثال تترحم عليه شيخ مجتبى تقول رحمه الله وإن شاء الله من أهل الجنة؟ طيب راح لا، أجبني بصراحة من غير استعمال التقية. بس راح يخلص وقتي، الله يبارك فيك، بس خل أخلص هاي والختام لك. أجبني فقط، هل حفص من أهل الجنة؟ حفص أو عاصم أو حمزة؟ إن شاء الله من أهل الجنة، إن شاء الله، رحمة الله عليهم إن شاء الله. إخواني، هل هو إمامي؟ بس هو إمامي؟ خل أخلص وقتي. إمامي نعم، إن شاء الله أجيب لك الأدلة. إخواني أتحداه أنه بمداخلته الأخيرة أن يثبت بدليل واحد في كتب السنة أن حفص أو عاصم أو أبي عبد الرحمن السلمي من أهل السنة، أو حمزة الزيات من أهل السنة. أريد يجيب لي لفظ من أهل السنة، مثل ما أنا جاي أجيب لي ألفاظ من خواص أصحاب أمير المؤمنين ومن شيعة الصادق، يجيب لي ألفاظ من أهل السنة. أستاذ محمد فقط ضيف للوقت بس هاي الرواية آخر شيء. هذا الدرر السنية إخواني، هذا الدرر السنية في صحيح مسلم إخواني، رقم الرواية 1452. الرواية عن عائشة تقول: كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرم. إذن 10 رضعات يحرم، ثم نسخنا ب5، ال10 نسخا ب5 معلومات، فتوفي رسول الله، يعني انتهى زمن النسخ، انتهى، وهن مما يقرأ من القرآن. طيب، الآن أين الآيات ال5 في القرآن؟ لا طال وقته يا شيخ محمد. إذا قلت لي أنه أيضا النسخا، لا تجيب لي أقوال علماء، أريد رواية أن أحد الصحابة أو أن عائشة تقول أن هذه الآيات نسخت. أتمنى تجاوب على هذا السؤال: أين الآيات ال5 في كتاب الله؟ إذا قلت لي نسخت، أين الدليل من عائشة أو من أحد الصحابة في ذلك الوقت؟ مو تجيب لي أقوال علماء متأخرين. طيب، شكرا شيخ المجتبى. ننتقل للختام مع الشيخ الأصمعي، تفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أنا قلت وما زلت أقول أن الإمامية الاثني عشرية لا طريق لهم للقرآن إلا رواية أهل السنة. هذه قلتها وما زلت أقولها، والقوم هذه حقيقتهم. لكن القوم يتشبثون مثال ببعض أهل السنة الذين فيهم تشيع. حفص عن عاصم
مثال عاصم بن أبي النجود في تشيع مثال، فهل هذا كونه يجعله إماميا؟ معاذ الله أن يكون عاصم ابن أبي النجود إماميا، ولهذا على مذهبكم فهو كافر. المهم وحتى أبو عبد الرحمن السلمي لم يكن إماميا. المهم شيعة. لا أنت أثبت لي. أنا لا ألتزم. اسمع، إذا قلت سواء كان سني أو شيعي فهذا ليس إمامي. أنت تفهم مقصودي جيدا. كونه إمامي هو الذي يدخله الجنة، أما كونه سني حتى شيعي زيدي أو شيعي غير زيدي لكن ليس إمامي فليس من أهل الجنة. فأنت لما تقول أن عاصم بن أبي النجود هل هو من أهل الجنة أم من أهل النار؟ بعيدا عن الجنة والنار. المهم سند القرآن الشيعي تقدر تثبت لماذا بعيدا عن الجنة والنار؟ أتستعمل التقية في هذا الباب في إثبات القرآن؟ لا، المهم سند القرآن وصل من طرق الشيعة مو سنة. هسه الشيعة بالمعنى العام ولا بالمعنى الخاص؟ لا الشيعة عندكم بالمعنى العام كفار في الآخرة إلا الرافضة الإمامية. أنا أتكلم مع إمامي، لا أتكلم مع زيدي، لا أتكلم مع شيعي مثال يفضل عليا على الصحابة على أبي بكر وعمر ونحو ذلك. الشيعة هؤلاء شيعة تشيعهم خفيف. من خواص أصحاب أمير المؤمنين، إمامي 12 من خواص أصحاب أمير المؤمنين. من هو؟ أبي عبد الرحمن السلمي من خواص أصحابه. هو إمامي؟ إيه إمامي من خواص أصحاب الإمام. يعني وعاصم كلهم شيعة إمامية. وحفص كلهم شيعة. هو إمامية؟ لا، قلها صراحة. هو إمامي، لا تقل شيعي. لماذا تدلس يا شيخ مجتبى؟ كن واضحا. هل هو إمامي؟ نعم إمامي. آتني بكلام واحد من الشيعة الرافضة يقولون أن حفص مثال أو عاصم من الإمامية. قاعد يقول من شيعة الصادق حمزة الزيات. من هو؟ حمزة الزيات. لا أنتم تقرؤون بحفص الآن، لا دعك برواية حمزة. أبي عبد الرحمن السلمي. أنت المصاحف عندكم في طهران أو في العراق أو في إيران كلها من قراءة حفص عن عاصم. فهل تقرؤون برواية يعني كافر والعياذ بالله؟ لا أبو عبد الرحمن السلمي من خواص أصحاب أمير المؤمنين. دعك من أبي عبد الرحمن، نتكلم عن الرواية. هذه الرواية نقلها. المهم أنه سند القرآن مو سني. إيش هو سني؟ أنت لا تعلم أن حفص سني وأن حمزة الزيات سني وأن ليس كل من روى عن جعفر الصادق فهو إمامي رافضي. يلا هذه أنت معلومة في رأسك. اثبت بقول عالم واحد من علماء. على كل لما تتكلم مثال تأتي لو تكرمت حتى أختم بقيت لي كلام واحد والمسألة ظاهرة بينة لمن أنصف. لو تكرمت رواية عائشة بقيت مسألة كنتم خير أمة أخرجت للناس، فهذه الأمة خيريتها واضحة، فهي أمة النبي صلى الله عليه وسلم. لو تكرمت فهي أمة النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأمم، أفضل من أمة موسى عليه السلام ومن أمة عيسى عليه السلام، والأفضلية بمجموعها لا بأفرادها أن كل فرد فهو أفضل من أمة موسى عليه السلام. إن مجموع هذه الأمة فيها الفضلاء، فيها الشهداء، فيها الصالحين، فيها الصديقين ونحو ذلك. والله عز وجل حتى قال إشكالاته هذه التي ذكرها أنهم قتلوا مثال فلانا وعلان وقد اختلفوا الصحابة ونحو ذلك. فالله عز وجل ماذا قال؟ وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. ماذا قالت الملائكة؟ قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة. الآية. فخيرية آدم عليه السلام حتى وإن سفكت في ذريته الدماء فها كون آدم وذرية آدم كبشر فهم فضل، وليس هؤلاء مثال معدومين، لأن فيهم الأنبياء، فيهم الصديقين، فيهم الشهداء والصالحين ونحو ذلك. فليست خيرية الأمة كون أنه لا يقع فيها أمة معصومة لا يقع فيها الخطأ، لا، كمجموعها فهي أمة خيرية أفضل من أمة موسى عليه السلام وأفضل من أمة عيسى عليه السلام، وهذا المعنى الصحيح، لا كما الرواية الموضوعة التي تذكرونها عن جعفر الصادق ونحو ذلك. ذكرت مسألة التراويح، سنفرد لها كلاما. مسألة التراويح هي سنة نبوية وإن فعلها عمر بن الخطاب، وهذه سنتكلم عليها، هي سنة نبوية وقيام الليل ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد قام بأصحابه كما في صحيح البخاري جماعة، ثم بعد ذلك خشية أن تفترض على أمة الإسلام ترك الجماعة ولم يترك قيام الليل،
ما ترك خشية أن تفرض، ثم بعد ذلك جاء عمر الخطاب فرجع إلى هذه السنة النبوية، وإن سماها عمر كلمة بدعة أنت لا تبقى معنى عمر. هل أراد ما أراد الزركوشي؟ لا، عمر لم يرد ما معنى الذي أراده الزركوشي، إنما أراد أنها لم يفعلها في عهد النبي، في عهد أبي بكر، ولا في الطرف الأخير من عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه لابد من فهمها. هذه المسائل كثيرة. على كل أرجو في الحلقة القادمة أن لو تكرمت. عائشة تعلم أن عائشة لما قالت 10 رضعات ونحو ذلك ونسخنا ب5 رضعات يحرم، فهذه ليست آية قرآنية، وإلا لذكرت في المصحف. نحن لما نتكلم عن المصحف هذه رواية من باب مما يقرأ من القرآن، يعني عائشة تعتقد يقرأنا كما يقرأ القرآن، لم تكن ثابتة. هذه ليست رواية يعني متواترة عندنا قرآنا، القرآن موجود، وهذه الرواية من باب الأحاديث أنه كان يذكر أنه لو تكرمت هذه الكلام حتى لا لو تكرمت. هذه تتلى كما يتلى القرآن، ليست أنها قرآنا وجدت في المصاحف ونحو ذلك. فافهم الكلام جيدا. وشرط الوحيد في الحلقة القادمة أن يكون الموضوع محددا، لا نخرج عنه نذهب يمنة ويسرى، هذا ليس مفيد ويتعب النفس. طيب وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أسماء الداعية الإسلامي السلفي، شكرا لحضرتك، ونشكر أيضا الداعية الإسلامي الشيعي الشيخ مجتبى، شكرا لحضرتك. كل السادة المشاهدين نلقاكم في حلقات قادمة بإذن لا إله إلا الله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لكم جميعا.